مساء الفل، شو اخباركم؟ ايش مسوين؟ تمام ان شاء الله كلكم. المهم الحين بسوي توتوريال، بس اول شي بسوي ارطب بشرتي وبعدين شفايفي. برطب بشرتي بهذا I'm sorry for my skin. وجالسين تكتبوا لي انه sold out من كل مكان. جايبت لكم حساب هو يوفر منتجات فلكلور، وهم I'm sorry for my skin. اوكي، واحدة من البنات كاتبت لي انه واجد قوي واجد يرطب بقوة، فحاليا انا في مرحلة الجفاف في بشرتي، فاحتاج شيء حقيقي يرطب بقوة. هذه الاحمرار هذا اتمنى انه ما يسوي لي حساسية، لان انا عندي حساسية من العسل، منتجات البشرة، بس اتمنى انه ما يسوي لي حساسية. ما تعرفوا مثل ما خبرتكم قبل ان انا عندي شوية جفاف تحت العين، فجالسة احط مرطب تحت العين، ونفس المرطب احطه حوالين الشفايف، لان نفس الشيء هنا عندي جفاف. المهم ارطب كذا بهالشكل، انتظر ينشف شوية. عادي هذا الابيض ترى بيختفي. ارطب شفايفي، اهم شيء في الحياة. احب هذا مال ديور لانه زبدة. هذا رقم 6. أنا كذا عنابي. أوكي. الحين إيش اللي بسوي؟ بحط مرطب بعد أقوى. هذا من بوتيكات. لبست عدسة باهية، عيوني واجد صار فيها جفاف، أصلا وجهي كامل صار فيه جفاف. المهم بحط هذه الكونسيلر من هدى بيوتي. أوكي، أحاول إني ما أنسى وأصور لكم اللون. حبيته الصراحة، خفيف وفي نفس الوقت يعطيكم ميديوم كفر. في منهم اللي هو ميديوم كفر بس يعطيكم كذا كتمة على الوجه. هذا لا، خفيف وحلو يعني، عجبني الصراحة. اوكي، احطها مع الهالة، احط هنا الصوب النتفة من فاونديشن فلكلور، بس ما تو بعدين. اتمنى ان الدرجة تناسبني. بنتظر شوية الكونسيلر يمسك مكانه، وبعدين بسوي الخطوة الثانية اللي هي التوزيع. اوكي، الاسفنجة اللي بستخدمها هم من فلكلور. اوكي، كل الاشياء هذه من نفس الحساب، وكل شيء بستخدمه. اصلا انا حطيت لكم اوريدي حساب البنية اول شيء. اوكي، وبعدني اخر شيء بحط لكم الحساب مال البنية، لاني اعرفكم انكم تطوفوا. ايش رايكم فيني وانا صرت اكشفكم خلاص؟ يعني ما يحتاج تخبروني عنكم. الطوف بعدين اخر ستوري مرة ترسلوا ما حطيت الحجاب، وانا اكون حطيتها. بس يلا نضطر نحط مرتين عشان بس الأسئلة. أوزع بهالطريقة، وشوفوا صار ميديوم كفر، والباقي أمشي فيه. اوكي، اللي يتابعني من فترة صار يعرف انه انا ما صايرة احب احط شيء فول كفر على بشرتي. ما اعرف ما اعرف تغيرت. المهم الحين بحط شوية من فاونديشن، هذا رقمه 3 أو 30، ما فاتح. بوزع كذا. هذا واجد لايت كفر، ما جالس يخفي شيء، حتى ما ميديم، بس فاتح. المهم أوزع بهاي الطريقة. حلو، اللي ما عندهم آثار حلو خفيف. الأهم من كل هذا إنه خفيف. أوكي، هذه حبة بحط على جبهتي. حط
بلشر كريمي ان شاء الله بخبركم كل شيء في الوقت المناسب. احط نتفة كذا، هذه ما نتفة يعني، انتوا حطوا نتفة اوكي، انا ما احط نتفة، بس هي راسة واحدة وتكفي ترى. انا احب احط على الحنج او على الذقن زين، واوزع البلشر كذا. لك المصفوع الحقوني. حلو صح. بجيب الكونسيلر الفاتح او اللي جاي لونه على شوية اصفر، هذا كان على برتقالي، هذا على اصفر عشان يوازن لي اللون. واحط كذا نتفة هنا وابدأ اطبطب في نفس المكان، ما اتزحزح يعني. في بنات ما يحطوا كونسيلر تحت العين، او في ميك اب ارتست ما يحبوا انه يحطوا الكونسيلر مباشرة تحت العين. انا بصراحة ما اقتنعت بهذه الفكرة ابدا 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 ابدا، حتى في الدورات اللي حضرتها يعني ما يحطوا. انا ما احب، احس غلط، لازم ينحط. هي البنية أهم توفر لوس باودر، بس اللوس باودر هذا وايد فاتح عليه، فأنا بستخدم مال بعد هذا بشوف أسوي له جيف أواي ولا شيء، لأنه حرام أنا ما أستخدمه. باخذ مال وعد رقم أو اسم بنانة، أحط كذا، صار أستخدمه يوميا حقيقي. أوزع كذا بهالطريقة، وبعدين أثبت أو أسوي اللي هو البيكنج. رسمت حواجبي بالكحل العادي اللي استخدمه الحين، بستخدم هذا من فلكر نفس الشيء، بس شوفوا يجي كذا يرسم لكم شعرات، بس خلوا ايدكم واجد خفيفة وانتوا ترسموا. اتمنى اني ما اجيب العيد، وبرسم على حاجبي من النهاية. طبعا هذا رسم، أحب إني أنا أغمقه أو أسويه كأنه شعر، أو أرسم عليه شعرات. من النهاية كذي 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 شذاك. اوكي، برسم الحاجب الثاني وارجع لكم. المهم الحين الله يسلمكم، ايش اللي بسوي؟ اول شي بسوي اني انا كأني اثبت تحت الحاجب زين بهذه الفرشة من فلكر نفس الشيء. انظف، حطيت طبعا كونسيلر، بس الحين جالسة اثبت عشان الكونسيلر ما يتزحزح، لان انا عاجبتني هذه الرسمة. تمام، بس كان يبغى شوي تعديل. شي تعديل من هنا، وين راح؟ تقدروا تسفهوا اي شي تشوفوا حولي عادي يعني، براحتكم اكيد يعني. المهم طبعا اللي سويته اني حطيت لوس باودر فوق الحاجب من قدام ومن هنا من الذيل. بجيب الباليت هذا اسمه تركيا زين، وباخذ هذا اللون. اوكي، اليوم عندنا جلسة تصوير، عشان كذا جالسة اصور اني انا صرت مكياج وانا جالسة اتمكياج يعني. باخذ هذا اللون زين وبحطه. حطيت واجد، ايش ما نفضته.
اصلا ملابسي يلوق عليها هذا اللون الحلو. اوكي حلو التسليك. بحط اللون الافتح اللي هو هذا. اوكي معاه وبدمج. انا بروح اكل وارجع لكم. زين بروح اكل وارجع لكم. بس اول شي بحط نفس اللون اللي حطيته اللي جاي على، هو اللون جاي على كذا، تعرفوا برتقالي محمر كذا لونه. وبحط هنا كذا بالطبطبة، ما بوزعه، بحطه بالطبطبة وبعدين برجع بكمل معاكم. بحط هنا، بكثر من اللون. بس بروح اتغدى لاني بموت جوع، نسيت من الجوع. والله عدسة باهية صايرة واجد نار، حقيقي واجد نار، كانها عين طبيعي يعني. اللي سويته الحين اني انا دمجت اللونين هذول. انا طبعا من ساعة طبطبت بس هذا اللون، الحين دمجت هذا اللون وهذا اللون مع بعض. زين بهاي الفرشة تحت العين وعادي انزله يعني، ما عندي اي مشكلة انا. اوكي كذا وشذي. الحين اللي بسويه بجيب فرشة شوية اصغر، باخذ اللون البني انزين هذا وهذا شوية، بخلطهم مع بعض وبحط على زاوية العين. هي البنية بعد مطرشت لي ايلاينر، والايلاينر اللي انا احبه اللي هو ريشة. اموت على الايلاينرات اللي يكونوا ريش، بوريكم اياه. اخذ فرشة كذا انزين، اخذ اللون البني وابدأ احط خط تحت العين كذا على طول على المدمع او تحت خط شو اسمه العين شذي. واضح الفرق؟ اتمنى. الله يسلمكم. بجيب هذا اللون اللي هو جاي على بينك انزين، وبخلط معاه هذا اللون وبحطه على هذا الجزء من العين بصبعي. ليش تحطي بصبعك ما تحطي بفرشة؟ لاني اريد اللون كذا يظهر معي. شحالات اللون في كذا تكة خضرة زين، ما جالس يبين عندل. ونفس الشي على العين الثانية، بينك على أخضر. الحين بجيب الفرشة مالتي مالت الدمج وبدمج من النهاية وشوية من البداية. والحين بحط الايلاينر مالها انزين، يجي ريشة مثل ما خبرتكم. شوفوا انا احب الايلاينرات اللي تجي ريشة اكثر، او افضلهم اكثر من اللي هما يجوا اسفنجة. كيف اوريكم الاسفنجة؟ ويت، هذه اسفنجة. اوكي هذه اسفنجة. بالنسبة لي هذه حلوة للمبتدئات واجد، ولكن هذه حلوة لكل حد، واللي تتعود عليها من أول مرة خلاص تبدأ ما تحب أي ايلاينرات ثانية. هذه أحلى شيء فيها. يلا الحين برسم. يبدأ أطلع من آخر رمشة في العين. أوكي أروح كذا
انزين. وبعدين من نص العين اطلع بخط موازي شوية، وشوية شوية اطلع على فوق. اهم شيء اني انا احط في بالي ان هذه الكسرة تكون تحتها الايلاينر او امتداد الايلاينر، اني ما اروح فوقها. ليش؟ لان التبطينة هذه اذا راح عليها الايلاينر بيختفي، فانا ما اريد. بعد ما سويت هذا المثلث الحين ببدأ اصبغه. بس اجيب الهايلايتر مالي، انزين باخذ شيء واجد بسيط وبحطه على المدمع لان لونه واجد كذا، فاخذ بحذر احط كذا. اوكي، نفس الشيء العين الثانية بالطريقة. بس خربت الميك اب، بس واجد عادي. ان شاء الله كل شيء يتضبط من ايش اسمه اللي هو الفوتوشوب ان شاء الله يحل كل شيء. جاية ارسم المدمع، بس للأسف الشديد انه مال قطرة انجلوت عندي مخلصة، فاستخدمت شيء بديل لها وشوية دهني او زيتي، فدمر لي الميك اب. الحين بستخدم رموش. انزين، بس ايش اللي بسوي؟ اني انا هذه الرمشة رقم 4 هذه تجي فل ست كذا. انزين، مفرقة وايد حلوة. انزين، بقصص نصها تقريبا وبحطها على عيني، لاني انا ما احب الرموش الكاملة او ما يليق على عيني اصلا الرموش الكاملة. ركبت الرموش. الحين دور المسكرة من نفس الشيء، من نفس البراند، من نفس الحساب اللي انا حاطط لكم اياه، وبرد احط لكم اياه. اللي حبيته ان المسكرة شوفوا على طول تطلع، يعني على طول تمشط الرمش، فهمتوا؟ ما يبالها واجد عناء. اصلا هذا البراند صراحة اشياءهم وايد حلوة، والاحلى من كل هذا اسعارهم شذي. وبعد شوية بحط لكم تغطية العرس ان شاء الله. بحط لكم تفاصيل اكثر، الاشياء اللي انا صورتها بس ما نزلتها قد يكون، يعني يا رب اني احصل اشياء انا مصورتنها. ويت، حدد شفايفي بقلم من فلور مار. اوكي، هذا رقم 3. والحين بجيب هذه الحمراء، بس ما اعرف، محتارة يا احط هذه يا هذه، وفي بعد هذه، بس هذه لا، هذا يستبعدها، ما مودي احمر. المهم بحط من هالحمر. هذه رقمهم 8 W8. جوي البقال الحلو. حمرة جوي واجوائي. المهم بغمقها شوية بنفس شو اسمه، بس الطرف الثاني بحط شوية من الأغمق. برتقاليات اللي هم جوي. الحين بجيب عاد البلشر مالهم، هذا رقمه 601، ماخذه بالفرشة. هم
نفس الشيء من نفس البراند من عند نفس الاكاونت، وبحط كذا. جوي. على فكرة هذا البراند عندهم حتى هايلايترات واجد حلوة، بس انا ما عندي منه. اوكي المهم باخذ الحين هايلايتر الحلو تو طايح، بس اتمنى انه ما يتفتت. اوكي شوية بس بعدل على البلشر، بحط هنا بعد صعد لفوق شوية. المهم اخذ الهايلايت، شوفوا لونه على الخد. اوه ماي جاد اوه ماي جاد اوه ماي جاد حقيقي. او ام جي فظيع فظيع فظيع. نحط هنا بعد. ايش هالحلاوة. احط هنا بعد. حلاوة الهايلايتر هذا بيكون الترند الجديد مالكم. اوكي اراهنكم بيكون الترند الجديد مالكم. بس الله يسامحكم كذا خلصت الميك اب. اتمنى انه عجبكم. الحين بتصور كم صورة حلوة وانزلها لكم، وبعدين بشيل الشامة. الناصر يصيح على راسي تو معصب علي، لا تحطي شامة، وانا اموت على الشامات. ما عندي شامة الا هنا، واظني هنا تحت، بس هذا الشامات اللي في وجهي، علامات جمال ماكو في وجهي غير هذه باللغلوغ.